مرحبا بكم في بريف سبور. ممثلنا الوحيد في المسابقات القارية الترجي الرياضي يواصل استعداده لمواجهة فريق اسيك ميموزا الايفواري نهار السبت بملعب رادس في ذهاب ربع نهائي للتشامبيونز ليغ. الماتش باش ينطلق العاشرة متاع بإدارة الحكم لكيني كاماكو باش تكون منقول المباراة على قناة بي سبور 6. ترجي يدرب بمعدل حصة يومية مسائية دون حضور الجمهور، والنصاب نتاع الملاعبية اكتمل البارح بعد لحاق كل من توغاي واهولو اللي كملوا التزاماتهم الدوليه. بالنسبه للتذاكر اليوم يبداو يتباعوا بشويك ملعب المنزه من 8 حتى ل 3 وغدو من 8 حتى ل 4. نذكروا تم طرح 9050 تذكره بسعر 35 دينار. مادام نحكيو على الجماهير، هيئه الترجي كانت اشارت الى انه وصلتها معلومات تفيد بانه فما بعض المندسين غير المنتمين للفريق باش يقتنيوا التذاكر ويحثوا الفوضى وجرى الفريق لعقوبات تنجم تضر به. هيئه الترجي طالبت الجماهير بتوخي الحذر واكدت انها باش تراسل الجهات المعنيه لحسن التعامل مع التهديدات هذه. نحكيو على منافسة الترجي الاسيك اللي كان وصل البارح لتونس وعمل حصة تدريبية مسائية بالملعب الفرعي برادس بالتوفيق لممثل تونس في مباراة الذهاب. في الوديات نادي صفاقسي ينتصر على القوافل قفصة 2 بلاش ثنائية بركات الحميدي من ركلة جزاء، والايفواري ديدي برينغي في الدقيقة 73 السي اس اس باش يلعب ودية ثاني نهار 3 افريل ضد الاتحاد المونستيري بملعب مصطفى بن جنات. السي بي كذلك فاز البارح بدورة الجمعية التريانة بثلاثية نظيفة حملة توقيع كل من فايد بن حسين ومهاب عوينة والطيب بن زيتون. النادي الافريقي دخل منذ البارح في تربص مغلق بالعاصمه استعدادا لمستهدف نشاط البطوله. المجموعه شهدت تعزيزات مهمه بعد انضمام كل من طيب المزياني وكذلك علي العمري وهما في صحه جيده. نفس الشيء بالنسبه للحارس معز حسن والظهير الايمن غيث الزعلولي اللي كانوا التحقوا بالمجموعه بعد ما انهوا التزاماتهم على المنتخب التونسي اللي كان شارك في دوره مصر الرباعيه الدوليه. الفريق يواصل تحضيراته في مواجهه الملعب التونسي في الجوله الرابعه من بلاي اوف البطوله. الماتش باش يتلعب اما نهار 10 افريل او 11 بملعب رادس. كان هذا كل شيء في بري سبور. قدم لكم محمد علي طلب. تابعوا بقيه اخبارنا على موقعنا تونسفريق.com. لايك وبارتاج واشتراك اخبار. باي باي.